كتير مننا بيعاني من المشكلة اللي أنا كنت بعاني منها لحد ما لقيت حل جذري وسريع. لو عندك فانلة قديمة بالشكل ده وعندك بيضة، هاتيهم وتعالي شوفي حل سحري وسريع للبرص أو الوزغ وكمان التعابين. ازاي استخدمتهم وازاي حليت المشكلة دي بطريقة سهلة وبسيطة وحاجة كده من ايام زمان. الوصفات اللي هي بتجيب مفعول من الاخر، مش محتاجة بقى اروح اشتري في مبيدات والاقي الحاجات دي رجعت لي تاني. ازاي استغليت الحاجات البسيطة اللي قدامكم وتخلصت من مشكلة مقلقة جدا وبتقلقنا كلنا وبتضايقنا لو بس عرفنا ان في برص في قلب البيت مستخبي ورا دولاب، ورا غسالة، ورا مراية، اي حاجة. كتير بيشتكوا الشكوى دي، تعالى اقولك ازاي تطفشيه من بيتك. ومش بس كده، مش هيهوب ناحية بيتك تاني. وبالتالي برضو التعابين او الافاعي لو بتهوب ناحية بيتك، لو انت عايشة بارياف في قلب غيطان، تعالى اقولك ازاي تتخلصي منها. اول حاجة جبت الفالينة القديمة بالشكل ده، او اي قماشة، اي قماشة عندك، بس ما تكونش تقيلة، حاجة قطن كده خفيفة تكون تخرج الروايح النفاذة من تحتيها. خلاص، هبتدي اقصقصها بالمقص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي فكرة تانية برضو هتنفعنا هقولكوا عليها، بس انا بعملك الفكرة اللي تناسب الناس اصحاب حساسية الصدر. يعني وفي حساسية في صدرك وكده، فمش هتناسبك الطريقة التانية اللي هقولك عليها. الفكرة دي هايلة. ابتديت اقصقص القماش بتاعنا بالشكل ده لقطع مربعات زي ما انتوا شايفين بعدد مداخل ومخارج بيتك. يعني احسبي كده مثلا كام شباك، البلكونة، باب الشقة، احسبي عدد مداخل ومخارج بيتك وقطعي لي قماش على قدها. خلاص، بعد ما قصقصت الكميه اللي قدامكم دي، دلوقتي هجيب معايا الحاجه اللي مفعولها سحري، اللي هي الشيح البلدي، وضروري يكون بلدي. تروحي للعطار كده تكوني مستأمناه، تقول له عايزه شيح بلدي، وتأكدي ان ليه ريحه نفاذه. لو ملوش ريحه ما تشتريهوش، لازم تكون ريحته قويه جدا جدا جدا. خلاص، لو مفيش ليه ريحه ما تشتريهوش ابدا. هوريكي برضو شكل الشيح ده عن قريب في الكاميرا في اخر الفيديو. كل اللي هعمله هجيب بقى معلقه بلاستيك عشان هرميها بعد كده، ان ريحه الشيح بتبقى نفاذه جدا. وهبتدي احط في القماش والف. طيب الطريقه التانية وبرضو مضمونه جدا جدا جدا، انك تاخدي الشيح ده تولعي بقى في حميتين كده، او اي حاجه تولعيها، وترشيها كده الشيح على الفحم، وتلفي بيه الشقه كلها. صدقوني بجد مش هيخلي اي حاجه من الحاجات دي. خلاص، لكن لفات الشيح دي بتقعد فترة طويلة، انسي الصيف كله من اوله لاخره، ولو حتى الشتاء مش هتلاقي حاجة من الحاجات دي ابدا. بتاخديها بترميها في اركان البيت، بترميها على مداخل ومخارج شقتك. مش ممكن تقابلي او تصادفي البرص او الوسخ او الافاعي او اي حشرة من الحشرات دي. وعايزه اقولك كمان بتطفش الصراصير، يعني لو في صراصير هتطفشها برضه. لو تعرفي حد بيشتكي من الحشرة دي كتير جدا جدا، اكسبي فيه ثواب وبعتيله الفيديو ده. في ناس بتسيب بيوتها عشان الموضوع ده، فبعتيله الفيديو ده. خلاص، انا لفيت اللفف بتاعتي كلها. وطبعا جيرانك هيفتكروكي عامله حجبه، فما يهمكيش، مش مشكله، حجبه حجبه، مهم نخلص من البورس ده. دلوقتي فكره البيضه يا جماعه، كلنا كل يوم بنسلق بيض وبنقلي بيض. عايزين القشره بتاعه البيضه نحطها في الاماكن اللي بتلاقي فيها البورس. البورس ما بيعدي بيفتكرها بيض التعبان، بيطفش. بس هتسأليني عن رأيي، البيضة ولا الشيح؟ هقولك الشيح طبعا. الشيح طبعا، لان البيضة بخاف انا اسيب اي بواقي اكل او اي قشرة او اي حاجة تسبب لي وجود نمل وصراصير، فانا مش هعالج حاجة واجيب لي حاجة تانية. فالشيح بالنسبة لي انا افضل بكتير كتير كتير من البيض وقشر البيض والحاجات دي. بس انا قلت لكم برضو يعني بقول لكم برضو الفكرة للاخر. الدول العربية أنا مش عارفة الشيح الصراحة اسمه ايه، ممكن تبحثي على جوجل تكتبي الشيح واسم دولتك، هيظهر لك اسمه ايه عندك. وادي شكل الشيح عن قريب. تروحي العطار قولوا عايزة شيح بلدي اللي بيموت البرص او بيطفش البرص. ولو ملقتيش ليه ريحة نفاذة وقوية ما تجيبهوش. خلاص كده فكرتنا النهاردة انتهت، وانا قدمتها معاكم اكتر من مرة، بس بالتالي بتجيلي اسئلة كتيرة جدا عن نفس الموضوع. اوعي تنسي اللايك والشير والمتابعة، واشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.